الاهلي والزمالك الاثنين في اخر سنتين مغيرين المدرب اكتر من مره. انت المدرب الوحيد اللي بقالك سنين، يعني انت داخل على اكتر من سنتين دلوقتي متتاليين قاعد ومكمل. ده تالت دوري ليك. مش قادر تفهم طبيعه الدوري المصري، مش قادر تفهم الفرق بتلعب قصادك ازاي. اول مره تروح برج العرب، ده مش منظر. يعني هل يعني دي طريقه يا عم روتيتش؟ مش فاهمك انا. يعني انا مش مستوعب اللي بيحصل ده بيحصل ازاي وبيحصل ليه. انا بجيب صفقات في يناير ليه لما انا مش هلاعبها؟ يعني بجيب صفقات عشان انا محتاجها لان عندي ديفكت او عندي مشكله في المكان ده، فبروح اجيب لاعب يحل المشكله دي. ليه بقى انا لما بجيب اللاعب ده ما بلعبوش؟ يعني انا مشيت عبد الرحمن مجدي اللي كنت بلعبه من اول الموسم وما اثبتش نفسه مكان مصطفى فتحي، وجبت باسكال فيري. حلو. ليه بقى ما بتلعبش باسكال فيري؟ انا ما اعرفش. عملنا ضجه وخناقه على عوده الفخوري وعوده في الاهلي ولا في بيراميدز خلاص عوده في بيراميدز. حطه في السكواد، يعني دخله في القايمه، اديله 10 دقايق، اديله ربع ساعه، ممكن يفيد معاك. انما انت مصر على احمد عاطف قطه يلعب جناح، مع انه هو مش جناح. هو بيلعب جناح كده في بعض الماتشات لما بتديله ادوار معينه وبينفذها كويس، بس دي ماتشات ليها ظروفها. بلعب نهضه بركان، بلعب اهلي جده، يعني فرقه زي كده. انما انا بلعب الفرق اللي بتتكتل دي، لازم اللعيبه تكون عندها الحلول. زي مصطفى فتحي اللي خلاص شطب. يعني مصطفى في اخر كام ماتش كده ما عندوش حاجه يقدمها، ما اعرفش ليه. يعني هل هو عايز يرجع الزمالك فعلا ولا ايه يعني في ايه مع مصطفى فتحي؟ ما اعرفش. مصر على فيستور مايلي ليه برضه؟ ما اعرفش. ايه سر الاصرار على فيستور مايلي؟ ليه ما ادي فرصه لمروان حمدي؟ لاعب دودو الجباس يا اخي، لاعب زيكو راس حربه، يمكن يجيب، يمكن يكون احسن. شيبي، يعني احنا باستثناء ماتش الاهلي اللي الشيبي كان موقوف فيه، كل الماتشات الشيبي اساسي. ما مش هيستهلك، مش هينفع. انا كل الماتشات بلعب مع محمد الشيبي. يعني انا جايب طارق علاء ده ليه؟ يعني احنا ليه السنه اللي فاتت جبنا طارق علاء وقعدناه احتياطي للشيبي؟ يعني مش حابب تشاركه؟ طيب تلعبه يمكن يفيدك. ما هو مش معقول الشيبي ما هيتعب، هيفصل، هيجي في لحظه كده هيفصل زي ما حصل. حمد حمدان لعبه باك شمال، جربه باك شمال يا سيدي، يمكن يجيب معاك. طالما كريم حافظ من الدقيقه 60 الماتش امبارح ما مش موجود، ده جايبه خساره.